كيسترجع اللاعب عبد الله من فريق اطلال. كره وسط الميدان كيتقدم عبد الله، لاعب كريمو كيحاول يراوغ اللاعب الاول، كتضيع الكره كتمشي عند اللاعب حسين وتمريره والكره عند محسن غريبه، محاوله ضائعه تفتقد للدقه والتركيز نظرا لسرعه المباراه والحرص على تلقي الهدف هنا او هناك بمبدأ السلامة. كرة بينية رائعة لكن في التماس. كرة عند اللاعب كريمو كيمرر كرة عند اللاعب عبد الله وسط الميدان عند اللاعب محسن كيتعرض لضغط وسط اللاعبين، كترجع كرة عند اللاعب محسن عبد الله اش كيعمل بالكره، كيمرر وسط الميدان تمريره بدون عنوان الى التماس. كره عند لاعب خالد كيمرر كره اللاعب سيمو وسط الميدان، كتمشي كره عند يوسف لهجمه مرتده، يوسف كيسترجع الكره اللاعب سيمو كيمرر لكن ليس هناك متابعه. هي مباراة الأعصاب أكيد. كرة مقطوعة من لاعب خالد كيقود هجمة مرتدة سريعة مقطوعة، كيسترجع اللاعب كريمو وتدخل من لاعب يوسف فريق الدار الحمراء. كرة عند اللاعب سعيد كيتهيأ للتسديد، مضايقة من طرف لاعبين واسترجاع الكرة. كرة مرتدة لكن تدخل الحارس إلياس. إيقاع سريع، تمريرة طويلة، تدخل من اللاعب يوسف، كيسترجع الكرة اللاعب سعيد، كيحتفظ بالكرة سعيد، تمريرة عند كريمو اللي كيحاول يسدد وهدف رائع، هدف التعادل من اللاعب كريمو وحسين كيسجل هدف التعادل لفريق أطلال. يسجل هدف التعادل اللاعب حسين بتمريرة رائعة من اللاعب كريمو، وهناك انسجام واضح بين فريق أطلال. ربما هي نرفزة فريق الدار الحمراء ما أدى إلى